أمير ريتشارلسون يتخلص من جحيم فيورنتينا الإيطالي. بات الدولي المغربي أمير ريتشارلسون على الأعتاب تجربة احترافية جديدة ستنهي كابوس غيابه عن الميدان، بعدما توصل ناديه الحالي فيورنتينا الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع نادي FC كوبنهاغن الدنماركي. وأفاد الصحفي الشهير فابريزيو رومان أن المفاوضات انتهت بنجاح، حيث ينتقل ريتشارلسون إلى الفريق الدنماركي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح له أحقية الشراء في نهاية الموسم الحالي. وحسب المصدر ذاته، فإن قيمة خيار الشراء الذي تضمنت في العقد بلغت 9 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب البالغ من العمر 23 سنة، رغم قلة مشاركته في الدوري الإيطالي هذا الموسم. للأمانة أمير هذا الموسم عانى طويلا مع فريقه الإيطالي فيورنتينا، حيث لم يلعب ولا 90 دقيقة كاملة، سوى أنه لعب بعض الدقائق في آخر اللقاءات. عانى طويلا هذا الموسم، كذلك تأثر بوفاة والده في الأيام الماضية. اللاعب الذي كان يقدم مستوى رائع في الموسم الماضي، وكذلك كان قريب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي، ولاعب إمكانياته جيدة في وسط الميدان. أتمنى أن يعود إلى مستواه الطبيعي، ولم لا نرى في المنتخب المغربي إن شاء الله، مع تقديم إضافة جديدة لوسط ميدان المنتخب المغربي على مستوى منطقة الارتكاز في غياب التام لأداء سفيان امرابط، ومع تواجد لاعب مثل نايل العنوي إن شاء الله يكون إضافة لأمير تشاليسون في المستقبل في الأيام القادمة.